على إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي الزمالك إدارة ملف صفقات يناير بذكاء وبحذر شديد جدا، لأن وجود واحد زي باتشيكو حاليا في نادي بيراميدز بيدي نادي بيراميدز نقطتين إيجابيتين جدا جدا جدا، وبيشكلوا خطر كبير جدا جدا على الأهلي وعلى الزمالك. والحاجة الأخيرة أو النقطة الأخيرة اللي هنتكلم عنها النهاردة في الفيديو بتاعنا هو فكرة الجمهور. على الجمهور ان هو يقف جنب ادارته وما يحاولش ان هو يشكل اي ضغط عليها، لان الضغط على الادارة ممكن يخلي الادارة تاخد قرارات كتير عشوائية ما تكونش في مصلحة النادي. اتمنى بس في بدايه الفيديو ان انتوا تعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان تشتركوا معانا على القناه، وخلونا ندخل في الفيديو كده بتاعنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. نصلي الاول على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وندخل في كلامنا كده على طول. زي ما بقول، النادي الاهلي والنادي الزمالك عليهم ان هم يفكروا بذكاء كبير جدا في صفقات يناير. والفكره في ان انت تفكر في صفقاتك بذكاء ان انت فعلا تجيب احتياجاتك او النواقص اللي عندك في المراكز عشان تقدر ان انت تكمل المنافسه في الدوري وتكمل المنافسه في افريقيا. والحاجه اللي انا بقول عليها او الحاجه اللي انا حابب اشرحها في بدايه الفيديو، وجود باتشيكو في نادي بيراميدز بيدي النادي بيراميدز نقطتين ايجابيتين مهمين جدا. والفكره ان باتشيكو كان موجود قبل كده في الدوري المصري، واغلب اللعيبه دي مش غريبه عنه. فكره ان باتشيكو ما كانش موجود من فتره بعيده، باتشيكو من حوالي سنتين كان موجود في الدوري المصري لو كان نادي الزمالك. فزي ما بقول، اغلب لعيبه نادي الاهلي واغلب لعيبه نادي الزمالك وحتى لعيبه نادي بيراميدز مش غريبه عنه. فالراجل اللي مش هياخد وقت في فكره ان هو يدخل او يتعرف على الدوري المصري او الكلام ده كله. راجل عارف الدوري المصري فهيدخل في المنافسه على طول. الحاجه الثانيه، باتشيكو من المدربين اللي بتلعب بواقعيه وبعقلانيه اكتر من تكيس اللي رحل عن نادي بيراميدز. تكيس واحد من الناس اللي حابه يتقال عليها ان هي زي ما بيقولوا كده بتقدم كره جبليه، فتلاقيه بينزل لك 30 40 مهاجم في الخط الامامي وخلاص على كده، ويخرج من الماتش كسبان خسران. المهم ان هو بيتقال عليه ان هو بيلعب كره جبليه. لكن باتشيكو زي ما بقول بيلعب كوره واقعيه، وبيقدر يحط خطط على المدى البعيد تكسب الفريق بطوله او تخلي الفريق في المنافسه على البطوله. وده مش من مصلحه نادي الزمالك ومش في مصلحه النادي الاهلي. على فكره انه على الاقل لو ما خدش الدوري ممكن ياخد مركز تاني سواء من الاهلي او من الزمالك، وما يقدروش هما الاثنين او واحد فيهم يصعد افريقيا. فدي هتكون مشكله كبيره جدا. علشان كده بقول ان نادي الزمالك والنادي الاهلي لازم يديروا ملف صفقات يناير بذكاء. وخلونا نبتدي بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كولر نفسه خرج وقال ان هو ما عندوش راس حربه، او ان الروس الحربه الموجودين حاليا مش على مستوى النادي الاهلي، واغلب الناس انتقدته في التصريح دوت. لكن لو جينا فكرنا في التصريح ده كده بعقل هنلاقي ان كلام الراجل صح، وان النادي الاهلي مفيش دلوقتي راس حربه يكون هو راس حربه فعلا. النادي الاهلي اللي بينافس على الدوري او عايز يستعيد الدوري، وبينافس على افريقيا وعايز يستردها. فالراجل كان عنده حق في حاجه زي كده. ايه اللي ناقص تاني في النادي الاهلي؟ اللي ناقص تاني في النادي الاهلي باك يمين بعد اصابه اكرم توفيق. اكيد النادي الاهلي محتاج باك يمين يكون بديل لمحمد هاني وبديل كفء لمحمد هاني، ده كمان بعد اصابه كريم فؤاد. في خط الوسط النادي الاهلي برضو محتاج لاعب مركز 10. النادي الاهلي زي ما كلنا شايفين قفشه برضو مش على المستوى، فالنادي الاهلي برضو محتاج لاعب مركز 10. فزي ما بقول لو بصيت مدافع برضو طلبه كولر، فانت لو جيت بصيت على النادي الاهلي محتاج صفقه واثنين وثلاثه واربعه. فكم الصفقات دي لازم تديرها بذكاء، لان لو صفقه او اتنين وقعوا منك هتكون مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. وكمان انت محتاج باك شمال بديل لعلي معلول، فصفقات كتير جدا. لو انت بقى في الصفقات دي زي ما بقول لو ما تمتش بذكاء كبير جدا وبحذر كبير جدا، وصفقه او اتنين او تلاته وقعوا منك زي ميكيسوني وزي برستاوي يبقى عنده اصابات مزمنه، فدي هتكون مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي، ومش هيقدر يستمر في المنافسه على الدوري، وممكن ما يقدرش يستمر حتى في المنافسه على المركز الثاني زي ما بقول في وجود باتشيكو وبيراميدز. نادي الزمالك نفس القصه. نادي الزمالك اغلب الصفقات اللي عملها في بدايه الموسم لحد دلوقتي ما بينتش كرامه زي ما بيقولوا. فنادي الزمالك برضه محتاج لاعب واثنين وثلاثه في اكتر من مركز. اوباما خلاص سمعنا ان هو بيرحل، فمحتاج لاعب في خط الوسط. الباك الشمال يعني بعد المشاكل اللي حصل في نادي الزمالك اظن نادي الزمالك دلوقتي محتاج باك شمال. الباك اليمين نفس القصه، برضه نادي الزمالك محتاج مدافع. برضه نادي الزمالك محتاج راس حربه لان سامسون ما بينش اي كرامه لحد دلوقتي. برضه نادي الزمالك محتاج جناح يعوض بن شرقي اللي تقريبا غيابه لحد دلوقتي. انت بتحاول تحل لكن 100% ان انت مش محتاج اشرف بن شرقي، الكلام ده كله ما حصلش. فبرضه نادي الزمالك محتاج اكتر من لاعب في اكتر من مركز. فنفس القصه بالنسبه للنادي الاهلي.
لو ما ديرتش الصفقات بذكاء وبحذر، نفس لو انت وقعت منك صفقه ولا 2 أو 3 برضه هتقع في نفس المشكله بتاعت النادي الاهلي، ومش هتقدر تكمل في المنافسه سواء في الدوري او في افريقيا. فالحاجتين، فزي ما بقول الاتنين عليهم ان هم يديروا الملف الصفقات بحذر كبير جدا وبذكاء كبير جدا، عشان يقدر ان هو يسكن او اللي يقدر ان هو فعلا يعوض غياباته عشان ما يقدر يكمل في المنافسه. غير كده ما اظنش النادي الاهلي او نادي الزمالك هيقدروا يكملوا في المنافسه. الحاجه الاخيره اللي انا حابب اتكلم عنها في جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، انا بشوف على السوشيال ميديا اغلب الجمهور بيضغط بشكل كبير جدا على الادارات في فكره الصفقات دي، سواء في بدايه الموسم او سواء في نص الموسم. ان انا كاداره دلوقتي لو مكان اداره النادي الاهلي او اداره نادي الزمالك، انا ممكن اجيب لك اسماء كبيره جدا وفي الاخر انت كجمهور مش هتقدر تقول لي حاجه. يعني انا لو جبت لك اسماء كبيره واسماء لامعه وفي نفس الوقت الاسماء دي ما بتكفيش او ما بتوفيش احتياجاتي انا، طب انت كجمهور استفدت ايه؟ لو انا جبت لك دلوقتي راس حربه وعنده اصابات مزمنه زي مثلا اللاعب اللي كان هيجي من رويال البرتغالي، وفي الاخر اكتشف النادي الاهلي ان هو لا، اللاعب ممكن يتعرض لفكره ان هو الاصابات المزمنه. افرض انا جبت لك الاسم ده وفي الاخر اللاعب خلال الموسم اتعرض لاصابات مزمنه وبقت مشكله، برضه هتلوم عليا انا كاداره. فالفكره زي ما بقول على الجمهور ان هو يهدى، يحاول ان هو يخلي فعلا ادارته ومديره الفني يركز اكتر من كده، لان زي ما بقول ممكن ضغطك على الاداره يخليها تاخد قرارات عشوائيه، ان انا اجيب اسماء كبيره جدا وما تفيدنيش كفريق وما تفيدش النواقص اللي عندي. انا ممكن اجيب لك اسماء بوم في الخط الهجومي او في الجزء الهجومي، طب انا عندي مشكله ان انا محتاج باك يمين ومحتاج باك شمال ومحتاج مدافع. فانت كجمهور لو جبت لك 3 4 صفقات بقى في الخط الامامي واعمل لك بيهم بروباجندا كبيره، لا ده برضو مش هيفيد الفريق. فالموضوع لازم يتدار بذكاء سواء من الاداره او حتى من الجمهور اللي يبقى فاهم كويس ان الموضوع مش اسماء، الموضوع في لعيبه فعلا تجيد في المراكز دي عشان تقدر يعني تحل المشاكل او النواقص اللي عندي انا كفريق عشان اقدر اكمل في المنافسه. لكن فكره اسماء وخلاص ده شيء ما ممكن ما يفيدش النادي، ممكن ما يفيدش خطه المدرب نفسه. فالموضوع محتاج تركيز يا جماعه، ومحتاج ذكاء شديد جدا، ومحتاج ان الاداره والاجهزه الفنيه تكون متعاونه عشان يقدر يجيب اللعيبه اللي هو فعلا محتاجها وما يصرفش فلوسه في لعيبه على الفاضي، عشان يقدر يجيب لعيبه فعلا المدير الفني يقدر يجيب لعيبه فعلا تنفذ خطته. فزي ما بقول على الجمهور ان هو يهدى، على الجمهور ان هو يقف جنب ادارته، ما يستعجلش حاجه عشان الانديه او ادارات الانديه ما تاخدش قرارات عشوائيه. اتمنى يكون شرح الموضوع كله كصفقات يناير يكون عجبكم، واتمنى تشاركوني كمان رايكم في التعليقات، هل كلامي صح هل كلامي غلط. يعني الموضوع يكون فيه نقاش لحد ما تنتهي صفقات يناير. ايه الصفقات اللي بترشحوها سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك؟ اتمنى ان انتم تشتركوا معنا على القناه.